السلام عليكم البنات، مرحبا بكم من جديد في قناة حلويات عبد المغيث. دائما في الفقرة الرمضانية اللي كنشاركوها معكم تحت اسم فريفرة مرت فرفور، اللي كتوجد لك وصفات مفرفرة ديال الدقيقة 90 باش تكوني انت فريفرة في الكوزينة ديالك. اليوم اختارينا لكم دي ميني كاش كيف ما كتشوفوا معايا، سهلين اقتصاديين بدون زبدة بدون مكونات كثيرة، بطريقة حصرية على القناة ديالنا اللي دائما كتسعى انها تقدم لكم كل جديد. طريقة غادي تولي معتمدة عندك وبها باش كنا كنخدموا لي كوموند، ويمكن كذلك انك تخدميهم كوموند وتربحي فيهم. غنقدمهم لك باربع نكهات، نتمنى اكيد تبقاي معايا حتى الاخر ديال الحلقة وفرجة ممتعة. بسم الله على بركة الله. عندنا هنايا كيف ما كتشوفوا معايا 4 الكيسان ديال الدقيق الابيض، عندي كذلك بيضة او ما يعادل تقريبا نص كيلو بيضة، وغادي نحتاج كذلك قليل من الملح، معلقة متوسطة من السنيدة، وخمارة ديال 7 غرام ديال غير العادية ماشي ديال الحلوة، وكاس ديال الزيت. بالنسبه لهادو بالزبينين ما تيجيوش بالمره كيتفرتوا ما تيتهرسوش، وفي نفس الوقت تيبقاو مده طويله ما كيتغيرش المذاق ديالهم. غنضيف هاد الكاس ديال الزيت ونخلط المكونات جيدا. دائما كنجمع غير برؤوس الاصابع، العجينه ما دلكيهاش ديال الكاش بالمره. وغادي نضيف الماء بارد. بالنسبه لهاد الميني كيش يمكن لك انك توضعيهم في الصفحه ديالك وتخدميهم كوموند. رمضان تختصي غير في الميني كيش. بالنسبه تيصلحوا حتى بالنسبه للبيتزا، يصلحوا كذلك بالنسبه للمملحات، كيجيو رائعين في العماره ديالهم والطلبات ديالهم، ما غاديش يحشمك مع الكليان ديالك. غادا نخلط هاد المكونات جيدا، ومن بعد فوالا كيف كتشوفوا معايا غادي نجمع غير برؤوس الاصابع. وهنا كيف ما شفتوا معايا غادي ناخذ واحد لاطا نوضع فيها هاد ليمون. ومن الاحسن البنات تستعملوا ليمون لانهم اول شيء كيبقاو لكم ما غاديش دايرين تقريبا شي درهم البياسه، يبقاو لكم حتى بالنسبه للكيك، بالنسبه للبسبوسه، وحتى بالنسبه للحرشات، من الاحسن والافضل. ومن بعد غادي ناخذ هاد العجينه كيف كتشوفوا، غادي نضيف عليها، غنقسمها 4 ديال النكهات. بالنسبه للنكهه الاولى غادي نضيف عليها الموطارد معلقه صغيره. وكيف غتشوفوا الطريقه اللي غادي نخدموا بها السريعه دغيا، غادي تلبسوها، غتلبسوا العجينه الليمون بسرعه. غادي ندير معلقه صغيره ديال الموطارد، وشوفوا معايا الطريقه باش غادي ندخل النكهه. غادي نحاول انني نجمع غير بصباع يديا فقط. فوالا كيف كتشوفوا معايا. بالنسبه للنكهه الثانيه غادي نضيف شويه ديال الزعتر. دائما كنقيو السوسيم من الحجر، حطيه في واحد المقيله حتى يسخن شويه، تكون غير سخونه، تيسخن شويه صافي وتتحيديه. وشوفوا معايا هنايا الطريقه كيفاش كندخل هاد الزعتر. درتو على العجينه المره الاولى، ومن بعد كنثني عليها العجينه الثانيه الشطر الثاني صافي، وكتلويه وتحطيه جانبا. بالنسبه للنكهه الثالثه غادي ناخذ شويه ديال الحار، وكيجيو زوينين. لاباطه تكون شويه حاره، خاصه مع الحشوه ديال الكروفيت كتعطيها بنه احسن وافضل. يمكن لكم كذلك تضيفوا ضمه ديال البنه ديال الحوت اولا ديال الدجاج العجينه، كتعطي لي فون ديال الكيش لذة افضل. هنا كيف ما كتشوفوا معايا غادي نضيف شويه ديال لاصوص صوجا، وغادي نجمع
هاد الخليط كامل، هاد العجينه كامله، وغادي نوضعها ضروري في واحد البلاستيكه. شوفوا معايا، من بعد كيف ما كتشوفوا غادي ناخذ واحد البلاستيكه، ناخذ العجينه الاولى وناخذ العجينه الثانيه غادي نوضعها في بلاستيك اخر. كتخدمي بها مباشره بلا ما تخليها لا في الثلاجه لا ترتاح لا حتى حاجه، يعني مباشره كتبداي تخدمي بها. غنحاولوا اننا نطلقوا هاد العجينه حتى بالنسبه من جهه الجناب. بالنسبه لنكهات البنات، الا كنتو غديروا كميه كثيره يمكن لكم انكم ديروا النكهه وديروا هذا تخلطوا مثلا هذاك الكاس الزيت مع المقادير الاخرى وديروا فيها ديال الزعتر، يعني من الاول وهو مازال باقي ما ضفتوش الطحين، وتضيفوا عاوتاني تخلطوا مقادير اخرى وتضيفوا عليها الحار وتضيفوا المقادير الاخرى قبل ما تضيفوا الطحين باش تجيكم العمليه سهله. ماشي مشكل، وكديروهم من بعد في المجمد. ضروري ما كترقوا الجناب. ومن بعد كنوضع هاد لي فون كيف غتشوفوا. وكنوضع عليها كيف ما كتشوفوا كتقلبوا. غادي نحاولوا اننا نديروا على اكبر عدد ديال لي مول باش ما تشيطش لينا العجينه. كناخذ هاد العجينه وكنبدا نضغط بهذا الشكل كيف كتشوفوا معايا، بسرعه كتلبس العجينه. وفي نفس الوقت كتبقى لاصقه وتا العجينه اللي في البلاستيكه كترخف. طريقه سهله وسريعه. كتجيك سهله باش كتثبتيهم على الجوانب. كيف ما شفتوا معايا بالنسبه لليمون ما كتديريهم لا بالزبده لا بالطحين لا حتى حاجه. كنديرهم مباشره. غادي نتقبهم من بعد. شوفوا العجينه هنايا راه كنت درتها رقيقه جدا. كتبتيهم بسهوله. ومن بعد كتاخدي واحد الفرشيطه وكتقبي هاد العجينه كامله. ومن الافضل والاحسن البنات اما خليهم ينشفوا شويه وعاود عاوتاني دوزوا يديكم على ليمول وتبتوهم، او يمكن لكم انكم ديروهم في المجمد. من الافضل والاحسن حتى كيقبطوا شويه راسهم عاده كتدخليهم يطيبوا من التحت هو الاول عاده الفوق. وهنا كيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما وجدوا هاد لي فون ديالي فوالا. واخا بيني وبينكم راه خليتهم تقريبا شي 5 ايام وما في هاد لي تريك ديالهم. كانت صعوبه باش غادي نحيدهم، ولكن الا حيدتهم هذيك الساعه راه كيكونوا ساهلين في الخدمه ديالهم. فوالا كيف كتشوفوا معايا الشكل ديالهم. كتعمريهم اما بلاصوص طوماط غنديروا حشوه ان شاء الله باذن الله الاقتصاديه، او لا يمكن لك انك تحيدي الملحه وديري غير تزيدي الكميه ديال السنيده وتعمريهم بحشوات اللي هما حلوين.
ما بقى لي إلا نودعكم على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى وفيديو آخر.